بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. نزلنا السوق النهارده ويا حسره قلبي على السوق النهارده والغلا اللي انا شفته النهارده في السوق. الاسعار النهارده اتجننت. انا حتى كنت قايله، انا كنت دايما بنزل الصبح بدري. قلت لا النهارده لما سمعت ان الاسعار يعني بدات تعلى شويه، قلت خلاص خليكي يا بنتي يا ام يوسف انزلي بعد الظهر، شوفي يمكن الدنيا تلاقي الدنيا متيسره والاسعار حلوه. نزلت وقلت يا ريتني كنت نزلت بدري وسكت، بدل ما انا النهارده رحت اتسلقت في السوق ورجعت. الحمد لله على كل حال، كل واحد بياخد نصيبه. الاسعار من طلعت النهار لحد اخر اليوم يا جماعه، عايزه اقول لحضراتكم النهارده نار نار نار، ما تعرفش ايه اللي جرى. يعني انا كنت لسه الاسبوع اللي فات في السوق والله الاسعار كانت برخص التراب. انا اتفاجئت فعلا النهارده. المانجا اللي هوريكم المانجا دلوقتي. المانجا دي كانت الاسبوع اللي فات ب 30 جنيه، كانت ب 30 جنيه، ولو انت وقفتي فصلتي كنت خدتيها ب 25 جنيه. النهارده جايباها بكام؟ ب 45 جنيه. ب 45 جنيه المانجا الصغننه دي. شايفين اهي، دي مانجة اكل عادي مش خزين ولا حاجه. ب 45 جنيه والله النهارده يا جماعه. عايزه اقول لكم الاسعار النهارده بصوا لا حول ليها ولا قوه. ربنا يرحمنا يا رب عشان خاطر بس حرام. انا بتكلم عشان الناس الغلابه، يعني الناس اللي ظروفها على القد هتعمل ايه؟ يعني الحمد لله الواحد يعني يمكن ربنا ميسر له الامر ولاقيين الفلوس اللي نجيب بيها المانجا. في ناس تاني يا رب يا رب ارحم الناس مش لاقيين بجد. ربنا يرحمنا بجد. انا بناشد اي حد ليه علاقه بالاسعار الزياده دي، بالله عليكم شوفوا حل، شوفوا حل. لازم يبقى في حل رادع للاسعار الغريبه دي. النهارده الاسعار نار بجد نار، ربنا يرحمنا. البطاطس كمان، البطاطس غاليه برضو جدا النهارده. كل البطاطس النهارده الكيلو ب 25، النهارده بجيب دي ب 20 اهي. البطاطس كلها النهارده في السوق ب 25 اهي، شايفين؟ دي جايباها ب 20 جنيه. يعني ربنا يرحمنا بجد. الاسعار النهارده صعبه جدا. انا جبت بطاطس جبتيها غاليه عشان غايبه. يعني انتوا هتقولوا لي جبتيها غاليه ليه يا ام يوسف لما هي غاليه؟ جبتي بطاطس ليه لما هي غاليه؟ مفيش بيت في مصر بيستغنى عن البطاطس. حتى لو ما عندكيش يعني لو مش ناويه تطبخي فراخ او لحمه والكلام ده، ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب ويرزقنا من واسع فضله وكرمه. باخد بطاطسيتين اقطعهم واعمل عليهم قرن شطه وبصلايه ومش عارفه ايه، واعمل صينيه وبيبقى عندي طبعا شوربه زي ما قلت لحضراتكم في الفريزر. اجي واخده كيس الشوربه اعمل منه صينيه بطاطس حلوه وشويه الرز وايه ودمتم على كده. لازم يبقى عندي، او اقطعها اعملها صوابع اقليها وجنبها مثلا بتنجانه، طبق سلطه، اي حاجه، وبناكل والحمد لله على كل حال. يعني بصوا مفيش بيت في مصر بيخلى من البطاطس، حتى لو كانت ب 20 25 زي ما بيكون. بس انا دي جايباها النهارده ب 20 جنيه خلاص. قلت لكم الخضره الغاليه بنت اللذينه غليت خالص. مين يقول ان دول ب 10 جنيه؟ انا فاكرين لما كنت بجيب ب 10 جنيه كنت بجيب قد ايه؟ كنت بجيب حزمه كده، يعني حزم جوه حته كبيره كده. تلاقي شوفوا الرابطه ايدي قد ايه، كنت بجيب قد كده ب 10 جنيه. شوفوا دول ب 10 جنيه. شوفوا الثلاثه دول العدمانين دول يعني اللي من فوق، بصوا عدمانين. شفتوا الرابطه عامله ازاي؟ دي مقروصه في قلبها ازاي؟ شفتي؟ ما فيهاش اهي، يتعدوا لو عديتيهم هيطلعوا لهم 15 عود اهو. الثلاثه دول ب5 والرابطه دي ب5. فطبعا المحشي، اي محشي في الكون ما بيحلاش لما يكون فيه خضره كتيره. انا عامه انا بحب الخضره في المحشي خلاص. دول ب 10 جنيه يا حبايبي. ربنا يرحمنا يا رب برحمته. الايام دي بجد ما تعرفوش ايه اللي جرى. بسم الله الرحمن الرحيم على الحياه اللي احنا فيها. الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حال. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك، وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني اهو. جبت ملوخيه اهي، كيلو النهارده ب 15 جنيه. فانا لقيت واحده حبيبتي انا باخد منها على طول، كانوا اخر ربطتين معاها. كل الناس بتبيع النهارده الملوخيه ب 15 جنيه. الملوخيه غلت، الملوخيه غلت علشان خلاص بتخلص. خلاص الملوخيه اللي بعد كده لما تشوفي ملوخيه مش هتبقى ملوخيه بلدي زي دي، هتبقى ملوخيه اللي هي بصوا المايعه كده في الاكل بتاعها، تبقى طعمها عامل زي الخبيزه. لكن خلاص عشان هي مادام غلت كده تعرفي ان هي خلاص قربت تمشي. هي حتى بدات تنشف خالص اهي من تحت، شايفين العروق بتاعتها بدات تنشف. ومن هنا برده مش طريه زي الاول لما كنت بوريها لكم واقول لكم لو هتخزنوا خزنوا. فحبيبتي اللي انا باخد منها دي على طول كانوا اخر ربطتين معاها، قالت لي خديهم ب5 جنيه، لكن هي ب 15 جنيه في كل السوق النهارده. خلاص حبايبي انا جبت هم دول بال5 جنيه. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبتي تاني بتنجان بتنجان، كيلو البتنجان ب 10 جنيه. ب 10 جنيه غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه غالي جدا ب 10 جنيه البتنجان النهارده. ليه البتنجان يبقى ب 10؟
بعد ما كنت بجيب الكيلو ونص ب10 والاتنين ب10، النهارده الاقيه الكيلو لوحده ب10. يعني مش فاهمه ليه. اهو جبت منه بتنجان رومي وبتنجان عروس. ده الرومي يا حبايبي خلاص. جبت كيلو كيلو رومي، واوريكي العروس دلوقتي، عشان ده جبته من واحده وده جبته من واحده تانية خالص. عشان اللي انا جبت منها ده ما كانش معاها عروس، كان معاها العروس بتاعها كان تخين قوي بالشكل ده، وانا كنت عايزه عروس صغير شويه عشان المحشي. خلاص جبت شطه اهي علشان نخليها مع بعض. دي اول تخليلات رمضان اهي ان شاء الله. اول ازازه هنعملها مع بعض ان شاء الله، هعملها لكم في فيديو حلو ان شاء الله. ربنا ييسر الامر كده ويدينا الصحه ويديكم يا رب، اللهم امين. ونعمل فيديو حلو. جبتها بكام دي؟ الكيلو ب 15 جنيه. ده حتى فيها كام واحده عايزين يتعينوا، مش مشكله. واحنا بنوضبها نبقى نعين الحاجات اللي هي زي دي ونقشطها كده، مش هرميها برده، هقشط دي وهعمل منها هريسه خضراء. خلاص هلم اللي هي اللي شايفاها زي كده مش احسن حاجه، وهعمل كده. وعندي شويه في التلاجة طبعا مرضانين كده باقيين عندي بقالهم كام يوم، هلمهم كلهم على بعض وهعمل بيهم تفريزات هحطها برده، هعملها معاكم. هعمل تفريزات احطها ناكل منها الوقت ده لحد ربنا ييسر الامر والحاجه ترخص لنا ونبدا نفرز حاجات كتير كتير لرمضان. خلاص اهو هعمل هريسه خضراء ان شاء الله. دي هتتعمل ايه يا ام يوسف؟ قلنا هنعمل مخلل الشطه دي في الازازه. دي شطه حراقه يا حبايبي خلاص. هي فيها كام واحد بارد اهو ده البارد. قالت لي في بارد وفي حراق اهو. قالت لي دول، قلت لها لا خلاص انا واثقه في كلامك. لسه هشطشط بقي على الصبح واحنا لسه جايين. لا قلت خلاص كده خلاص، ما هي دي باينه اصلا، باينه اهي. انا عارفه ان التخينه دي اللي لونها فاتح شويه بتبقى بارده، لكن دي طبعا حراقه جدا وشكلها باين اصلا. خلاص الكيلو قالت لي بكام؟ والنبي انا مش فاكره انا قلت لكم بكام. باين ب10، لا ب15. دي ب15، دي ب15 جنيه. والفلفل كمان بقى ب15. هوريكم كل حاجه. فين كيس الفلفل؟ تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كيلو فلفل ب15 جنيه اهو. فلفل الرومي بتاع المحشي الكيلو ب15 جنيه اهو. شايفين غالي ليه؟ معرفش. الاسبوع اللي فات كنت جايباه ب10 جنيه، وفي ناس كانت بتبيع كيلو بربع، كيلو وربع ب10. النهارده اتجنن هو كمان بقى ب15 جنيه الكيلو. يعني الفلفل الحشو وفلفل الشطه بتاع الشطه الحراقه دي ب10 ودي ب10. يعني ربنا يرحمنا يا رب. والله بجد النهارده الاسعار لا تسر عدو ولا حبيب. الحمد لله على كل حاجه. والطماطم اتجننت. فاكرين لما قلت لكم الاسبوع اللي فات ده انا جايباها رخيصه؟ النهارده لقيتها الكيلو ب15. وفي ناس بتبيع 2 ب35، وفي ناس ربنا هديهم بيبيعوا الاتنين ب30. دي جايباها الاتنين ب30 اهي، حلوه وزي الفل ناشفه خالص اهي. تعملي منها سلطه، تعملي منها مخلل، بصي اي حاجه اهي. صلاه الزين عليها انا جايبه 2 كيلو ب30 جنيه اهي. شايفين ما شاء الله عليها زي الفل. ما جبتش غير ال2 كيلو دول، هيمشوني كده شويه. اعمل منهم لو سلطه يعني. اصل احنا مش هنحرم نفسنا، يعني حاجه غلت مش هنموت عشان الاكل الغالي والكلام ده. لا هاتي اللي يكفيكي، هاتي اللي يمشي دنيتك ويمشي الحياه. خلاص حبايبي قلت لكم الطماطم اهي خلاص. وبتنجان العروس اهو. مجهود بقى، انا بنزل واطلع انزل واطلع، الحاجات كلها تحت على الارض، فبننزل ونطلع بقى كده. الحمد لله ربنا يقوينا ويقويكم يا رب. النهارده البتنجان بتقولي ده جاي من الشرقيه. حبايبنا فين بتوع الشرقيه؟ عندكم فعلا البتنجان ب15 جنيه؟ معرفش، هي بتقولي عشان شرقيه جاي. بقول لها يا ستي ما هو كله بتنجان بلدي من بتاع بلدنا مصر. راحت بقول لها، بتقولي لا ده غير كله، ده غير بتاع اللي في السوق كله، ده شرقاوي. قلت لها يعني هو بقى اللي في السوق كله شرقاوي الاسرائيلي وده اللي شرقاوي مصري يعني؟ لا طبعا. قالت لي لا بس ده طعمه اطعم. فانا خدت منه بتنجانتين الصبح عملتهم. هو طعمه مزبد، بصوا زي العسل. بس فين بقى حبايبي بتوع الشرقيه؟ لو حد معايا على القناه من الشرقيه يقول لي عندكم ب15 فعلا، ولا عشان خاطر فرق المواصلات والحاجات دي مش عارف. هو ب15 جنيه النهارده انا جايباه، هو والرومي. ده ب15 وده ب15. اتجننوا معرفش ليه. ايوه ب15 ايه يا رب؟ استغفر الله العظيم. لا استني انا اتلخمت. ده ب10 وده ب10. انا اتلخمت عشان الفلفل كان في ايدي دلوقتي وبقول استغفر الله العظيم يا رب. سامحوني حبايبي. ده ب10 وده ب10. ده اللي ب15. خلاص
في بقى ممكن تاخدي من السوق، تاخدي 2 ب5، كيلو ونص ب5 ب10، لكن ده قالت لي عشان بتوع الشرقيه. خلاص افتكرت، معلش يا جماعه قال لما الاقيها اسوء، انا نسيت عشان كنت بقول لكم على الفلفل كنت جايباه ب15، ده ب10 وده ب10. تعالوا كمان جبت تاني فلفل، يعني انا جبت الفلفل ده هنحشيه ونعمل منه محشي حلو للعيال. يوم كده، يوم نعديه كده شويه محشي ورديحي، مش لازم يعني نعمل جنبه فراخ ولا اي الكلام ده، لا نعمل حله محشي حلوه كده بكيس شوربه من الفريزر للعيال ورديحي. احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. عدي ايامك وشوفي، لو انت عندك كيس فول في الفريزر طلعيه، اعملي كده يوم شعبي، فول بالطماطم، هاتيلك بيضتين واضربيهم كده وحطي عليهم شويه زيت وبصل، شويه دقيق وبصلايه، واعملي كده قرص كده طاقق معاكي وقرن فلفل زي ده، هتعملي احلى قرص كده. الله يرحمك يا ماما ويسامحك كانت بتعمله لنا، القرص ده كان بياكلنا كلنا ويشبعنا اللهم بارك. كانت بتعمل لنا ب3 بيضات 4 بيضات على حسب ايه ربنا ما بييسر. القرص ده بصوا عيش السنين، انا بصوا لا يمكن استغنى عنه، دايما اعمله في البيت. حتى اختي لسه كانت منزلاه عندها قناه برده ولسه كانت عاملاه ومنزلاه. القرص ده يا جماعه بيسد جامد جدا في الاكل وبيشبع الكل. حاولي تردفي كده وتمشي الايام، يوم محشي كده ورديحي مش هيقول لا والله. يوم تعملي شويه فول بالطماطم، جنبهم مثلا مخلله بتنجانه مخلله، اعملي بتنجان مخلل وحطيه في الثلاجه هينفعك جدا. لو عملتي طبق مكرونه طلعي من جنبه بتنجانيه، والله والله اقسم بالله وما بحلف كده. اوقات كتير جدا ببقى جعانه ومفيش اكل في الوقت الحالي، يعني اجي عامله ايه، اخش على الثلاجه اجي ماسكه العلبه بتاع المخلل، ان شاء الله اعمل لكم البتنجان ده هيعجبكم جدا تحفه. باجي مطلعه بتنجانيه واحطها في طبق واغمس بيها. بصوا عايزه اقول لكم بتشبع جدا وحاجه كده، يعني انت بتفتحي نفسك وبتشبعي في نفس الوقت، حاجه كده الله اكبر عليها. ان شاء الله نعمل مع بعض البتنجان المقلي ده، مقلي وبحطه في التلاجة يقعد معاكي بدل الشهر 2 في العلبه. بس اهم حاجه البتنجانيه اللي تطلع ما ترجعهاش تاني عشان ما تحمضش اللي في العلبه. خلاص ده هعمل بيه ايه ان شاء الله، ان شاء الله يا رب ان كان لنا عمر هفرزه مع حضراتكم اهو، هفرزه مع حضراتكم، نفرز منه نعمل منه الايام دي، وربنا ييسر كل مره كده نرمي كيس كده بعيد عن ايديا في الفريزر من مع الحته اللي انا بفرزها لرمضان. في مكان كده في الفريزر عاملاه لرمضان بحط فيه اي حاجه، يعني كيس مانجا، كيس باميه. الرف ده هو اللي بخزن فيه حاجه لرمضان، لكن الرف اللي تحت وانتوا طبعا كلكم شفتوا الفريزر معايا، وحبايبي اللي في القناه القديمه شافوا الفريزر معايا وانا مرتباه ازاي. الجزء اللي تحت كله استخدامات الشهر عادي جدا، والرف اللي فوق هو اللي بحط فيه اكياس رمضان اللي ما اقدرش امد ايدي عليها طبعا، عشان دي بقى بزيح عن دماغي حاجه رمضان وتفريزات رمضان، وبسهل على نفسي كل مره اخد كيس حاجه من اللي انا بعمله واجي حطاه. مش عايزه اكتر بقى عليكم الكلام واطول عليكم الفيديو عشان ما تزعلوش وتزهقوش. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم بقى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتشيرها لحبايبك واصحابك، وتعرفوا ان القناه دي قناه جديده اللي هي بدل اللي هي القديمه يا ام يوسف راحت فين، عشان اللي هيسالني انت كل شويه تسيبي القناه، والله والله ما عارفه اخد جنيه من اي قناه سبتها، اقسم بالله ما عارفه، ما فيش اي دخل داخلي منها. انا عماله اشتغل واتعب واطلع واشتري واعمل وكله ده من غير اي فايده. كل ما احاول اعمل الحساب اللي هيجيلي عليه فلوس من القناه، والله يا حبايبي ما نافع خالص خالص خالص. اتجهت لكذا طريق وكذا حد محدش عرف، فاضطريت فعلا ان انا ابيعها، فهي دي الفلوس اللي جات لي فعلا من القناه. مبلغ قليل بس الحمد لله راضيه، الحمد لله. انا بقول يا رب دي يجعلها فتحه خير عليا القناه دي، هي برضو بنفس الاسم ونفس الصوره. لكل حبايبي اللي كانوا في القناه القديمه براحتكم، عايزين تخليكم فيها براحتكم، عايزين تطلعوا منها برضو براحتكم، بس تعالوا نوروني هنا في القناه بتاعتي الجديده دي عشان نكبر مع بعض تاني ونكمل المسيره مع بعض. وادعوا لي يا رب، ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي يا رب يجعلها فتحه خير عليا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب. انا مستنيه منكم دعوه حلوه في الكومنتات، وتصلوا على سيدنا النبي، وترفعوا لي طبعا الفيديو بالصلاه على الحبيب، اهم حاجه، ودعوه حلوه من قلبك. ولكم بالمثل، كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.